ايه يا شباب مبسوطين؟ لا الدنيا بقت حزينه عامه. لا انت تصحى معانا بقى عشان لا، الحلقه ألبس دي نضارة شمس. الحلقه دي بالظبط بلس 80 مش 18 بلس 80 احنا بعدها عواجيز بتاعت عواجيز. بعدها نكنسل من المجتمع. احنا اصحاب بلدنا احنا اصحاب بلدنا. والله العظيم نفس العيا. والله حبيبي قلبي يا لهوي احنا دايرين. مش مهم الحاجات دي يا لهوي عشانها. هو انا اللي قلته ده. اللي قلته طبعا مش هينفع ينزل بس عادي. بس احنا اصحاب بلدنا عادي. احنا اصحاب ايوه بس بلدنا انا قلت حاجه كلهم. وحشه قوي يعني يا عاطف 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 أيوة. فرمط الكارت لا 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 ماشي. لا ليه فرمط شيء جميل. بس احنا نبدا بالنضاره. يا اخي بقى لما ايه ده تلبسوا النضاره هلبس النضاره. ايه ده ايه اوكي. ده في حد يدخل على حد الدخله دي؟ طب ما تيجي نقول والله حاجه. يلا مم. ما تفكروش عادي اللي في قلبك. انت عايز بايه؟ حاسس انت مبسوط ان انت جبتني معاك النهارده؟ لا هو شرف ليه انا مش حاسس ان هو شرف بصراحه يعني. عادي بس يعني. مبسوط. هو عادي أيوة، أيوة. انا اللي افضل يعني بس انا مبسوط انا كمان ماشي. طب لا مين عادي. صعب فكره ان انا اجي بامانه؟ انا لا ومصر. خالد انا اصلا ما اقترحتش اي حد غير شخص واحد طب بس. ولما قال لك بسطت ازاي طبعا. بتلبس نضاره زي دي يا خالد؟ ليه كده؟ طب شكرا وأنا- رمضان بجد. فين الكراب بتاعي؟ يا رمضان ايه ده؟ ماشي رمضان. رمضان الحال ما تخافش رمضان مين؟ انت مش جبت رمضان. حلقه باظت. ميه كده تمام يا بسبوسه. ايوه ايوه الله ايوه كده. اتفضل. ده مش مصدق ومش متخيل ومش فاهم ومتلخبط جدا ومتوتر جدا لان معنا احمد بسيوني. سقفه كبيره جدا. بتهز لما بشوفه بتهز. بص الكاريزما في كاريزما قاعده معانا على الترابيزه. انت ما تقول حاجه. شكرا يعني. انا دخلك خلي قوي. بالك ما بشوفش من غير نضاره قوي، بس انا شايف خدوده يعني شكلها حمرا سيكا انا عامه خدودي لا. بتحمر صح؟ لما بتكسف فعلا. اما زيكم بالراحه خالص. اما التيت اللي زي والله ابتديت اعمل حاجه حلوه قوي يا بسبوسه. ايه يا حبيبي ايه؟ جبت بتاع كده السيليكون بتتملي ميه تمام بتحطها في الفريزر وبعدين تطلعها بتتقسم من النص كده تشيلها بتبقى عامله زي الايس كريم بس هي تلجه تمام. بتقعد بقى تعمل بيها سكين كير على وشك عشان والله خدودي بتحمر كده. حاجه ملهاش لازمه لازم تتشال في بس الايديت. حلو انت قلت لي عليه. انا اول مره اعرف ان في حاجه كده والله. طب عارف عملت ايه بقى؟ ايه؟ رحت جايب خياره وشويه ميه وضربهم في البلندر. رحت بدل ما احط ميه بقى حطيت العصير ده وسبتها. فقعدت اعمل كده بقى بتبقى ساقعه كده على الوش وبتبقى تلج بتخلي وشك يزرق بعد كده بقى. بعد ما يهدى بيحمر. مبروك يا حبيبي. حلوه حلوه ماشي، منك. أوكي. ماشي يعني مبروك. وعامه انا هبقى اجيبها والله هبقى اجيبها. او شكلي وشي هو انت وحش. باصص لي ولا انت؟ ما عارف الحلو في الموضوع ان أيوة محدش عارف كده. الكلام كده متوجه بص لمين. كده. ايوه عاملين ايه يا شباب؟ احنا اصحابنا نبص في حب حتة. بلدنا. حبيبي يا قلبي. اكتر موقف احراج في الدنيا لبسيون. انا عايز اتكسف. عايز وانا قاعد كده عايز بجد احسن اكتر موقف. انا مره بجد كنت عيان. مش عارف ده ينفع اقوله ولا لا، بس مره كنت مزنوق. ففي الاسانسير عارف انت مزنوق كده فعندك شويه غازات فعادي محدش معايا والدنيا حلوه رحت مديها واحد ايه بتقول عليها ايه؟ اسمها ايه؟ زعقت. اسمها ايه؟ بط لا يعني لا انت دي- مثلا فريد ابنك انت اكيد في كلمه زليت بقول عليها زليت. لا يا اخي. انا بقول بومبا شيك قوي بومبا. المهم كنت في الاسانسير فانا كنت مزنوق. يعني انا كنت عند واحد صاحبي في عماره تانية فانا طلعت من عنده فزنقت كده فغازات. بام. رحت مديها واحده ايه مم. قنبله مم. وعامل حساب ان مفيش اي حاجه واحده يعني. سبيشال. واحده سبيشال. فرحت ايه فلقيت فيه برضو ايه معلش كنت واكل ايه بس. مش فاكر والله ما ماشي. فاكر. بس هي طلعت مميته اللي هي مميته. فانا بالنسبه لي ان شاء الله السخنة بتبقى سخنة عدت جدا. السادس الخامس الدور الرابع امان. ها اسانسير واقف في التالت. فدخلت واحده جميله كده. لا كلام بجد واحده وحلوه. واحده وحلوه. يا نهار اسود. فدخلت واحده كده الاسانسير فانا ايه قلت ايه اسبق انت باي حاجه بدل ما هي قلت لها ايه ده؟ قلت لها ايه ده؟ هم بيشيلوا الزباله البواب بيشيل الزباله في الاسانسير.
بس فده كان موقف محرج يعني. هي ما قالتش حاجه بصراحه يعني، هي ما اتكلمتش طبعا، بس هي عملت زي حملت كده، على هي نفسها. قالت لي ايه ده، ايه القرف ده. يعني الدنيا آه. الدنيا اكبر ولا معدتك؟ على فكره ما باكلش كتير. لا مش على الاكل. امال ايه يعني، ايه الدنيا اكبر ولا ما، ايه السؤال ده؟ مين اكبر، الدنيا ولا معدتك؟ يعني فاهم؟ إيه؟ فالدنيا اكبر، آه. يعني هو معدتك صغننه المهم، جدا. على فكره انا مش ضد الموضوع ده، ما بس هو تطلعها المهم للدنيا، فاهم؟ في مكان يبقى اوبن اير يعني. عامة اعمل كده. الانسان لازم بجد تروح- لازم يعملها عادي جدا. تروح اعملها مدينتي. بس فين؟ روح لا عادي في اوبن اير مول. لا يعني ما ينفعش حد يكتب. انا بالنسبه لي اي في حد بوم يقول لي روم. انا هي فيها حكم. اتكلم جد. ما هو ده البرنامج. انت فاكر ايوه ايه؟ ايوه هزار يعني. بسبوسه. خالد الحلقه بازوكا. بسوكه. خالد لا بسبوسه. بسبوسه مثلث المرح. طيب احنا عايزين عبط. لا لو سمحت، احنا النهارده هنتكلم بجد عن الحب. انا قررت ان الحلقه تبقى عن الحب. موافق. يعني غير، يلا بقى شوف بقى انتوا عايزين تعملوا ايه. كلمني عن الحب يا بسيون. قول لي عايز تعرف ايه عن الحب. ايه هو اصلا بالنسبه لك؟ يعني هقول لك على حاجه، سؤال بجد والله، هنتكلم جد صح؟ خلاص ماشي. ايه اكتر ساين عند بسيوني بيعرف فيها ان انا بحب؟ بس احنا هنا بنتكلم عن البنات، مش شخص صاحبك أيوة. او مش عارف ايه. بنتكلم على بنت انا عارف بجد ان انا بحبها، مش ان هي عجباني شكلها حلو يعني. أيوة. سيبك من ساين اوف لاف عند بسيوني. انا بعدي بستيجز معينه كده. اول حاجه ابداها انا معايا من بقول تحت. لك اول حاجه ان الشخص تبقى بتفكر فيه. يعني تخيل انا شفت واحده مثلا اوكي وقعدنا اتكلمنا كده كده، لازم ايه يعني منطقي بالنسبه لي ان انا اقعد مع واحده ونتكلم، اوكي وبعد كده احس ان انا ايه اول لما هنا لما تمشي بقى، مش لما وانا قاعد معاها وانا قاعدين مع بعض بنتكلم في اي حاجه. فاول لما تمشي، اول لما ابدا افكر فيها بسترجعها في ذكرياتي، فانا بقول ايه ده، ليه كده يعني، ليه بفكر فيها يعني. فبعد كده بيعدي اليوم، لو فكرت فيها بالليل كارثه دي بقى يبقى في كده، انت حاجة اتفشخت. كده ببدا خلاص افكر بقى. بقى ايه، انا مش تفكير بس تفكير ولازم اخد اكشن. فببدا ابعت بفكر يعني ابعت ولا ما ابعتش. لو بعت هتقول ايه؟ مش عارف على حسب إيه بقى شخصيه الايه اللي كانت معاك. بس في اي حال من الاحوال انا بستخدم شخصيتي يعني، اللي هو انا بحس الموضوع لا ابعت دلوقتي يا بسيوني عادي، نقول ازيك عامله ايه، انا كانت قاعده لطيفه وممكن نتقابل تاني لو حابه بلذاذه يعني. بس هو اول ساين ان انا اقعد افكر في الشخص اكتر من مره. بس خلي بالك ده ممكن اعجاب برضو عادي يعني، ممكن ما يبقاش حد ان انا بتكلم على الليفل بتاع ان ما انا هو بتبدا بالاعجاب. خلي بالك برضو الناس بتفرق ما بين الاعجاب والحب يعني. انا ما بفرق كلها بصراحة. طالعه من نفس يعني، فاهم النظريه، بس هو انا حاسس ان هو كله جاي من نفس الحته. بسيوني بيحب دلوقتي يعني بحب. لا ايه لا ايه ده بجد؟ وحيد والله. ايه المشكله عادي. ايه ده؟ لا مش متوقعه بس يعني مش لازم احب على نفسي. اصل انت اغانيك كلها حب. ايوه ما دي بقى تجارب معينه انا عشتها، فبقول يعني انا عادي، انا عندي احساس ان انا اتظلمت، ان في واحده كانت عجباني وبعد كده ما نفعش الموضوع. بيبي ما تناميش مش عارف ايه الحلاوه كده يعني. اوكي بس حاليا لا مفيش يعني، لان الموضوع ما فيش اصلا حد يتحب بصراحه. لا يا اخي لا والله لا اوعى تعمل. بس يعني لا ميك سنس برضو شويه اللي هو لا ما فيش حد يتحب. طب ما تخلونيش امشي واقوم. لا هو انا فاهم من الحته اللي انت بتتكلم فيها دي، اللي هو يعني دلوقتي بقى في حاجات كتير قوي بتعرقل الموضوع ده. طيب خلينا من ده. ماشي احنا وصلنا عند الحته بتاعت ان انت بتفكر فيها ابعت لها ولا لا مش عارفه ايه. خلينا نفترض ان ده كله ماشي. وانا اللي انا قصدي اقوله لك في اللي احنا بنقوله ده انه ده يمشي برضو مع الاعجاب. هنا بقى ايه الحته اللي هو انت شاورت عليها، لا هي دي يعني، فاهم قصدي؟ مش مجرد حلوه وعجبتني لا انا عايزه اروح اكتر. لما يبقى في كوميونيكيشن عالي في كده، لما انا البنت اصلا ببدا اخش في حته اللي هو انا بالنسبه لي الاعجاب والحب حاجه واحده، خلي بالك. اوكي ماشي. جاي من نفس المكان يعني. ماشي. هو احساس صغير بيكبر بيبقى حب. ماشي. فوانس ان انا امتى بقى احب بقى؟ لما الاقي في كوميونيكيشن بقى ايه اللي هو قصدي بكلمه كوميونيكيشن يعني،
ان انا بقول لها حاجه بتفهمها. كيمستري بتفهم اللي بقوله. لما بتقول حاجه برضو انت معظم البنات بيحبوا يتكلموا كتير قوي. بالذات البنات دلوقتي صح. عندهم حاجه عايزين يقولوها، وده عادي، قولي وبستي وكل حاجه. كله يقول يعني، مش لازم الولد يقول البنت لا وهكذا، بس يعني ايه، قولي بقى. لو هتقولي قولي. فاول لما تقول حاجه كده ايه وفهمها كده، بتتكلم في توبكس معينه انا حاببها. يعني انا ما بحبش البنت تتكلم عن الماضي قوي. مفهوم 100%. مفهوم 100%. ما تحكيليش عن الماضي قوي. اوكي خلاص راح بقى ونسكت خلاص بقى. خلاص بقى يعني ما تقعديش بقى تساليني انت طب انت اتطلقت ليه؟ اصل معقوله؟ طب انا علاقتي حلوه مثلا بطليقتي، نفس بجد مش عايزين ترجعوا لبعض. الكلام ده كده بالنسبه لي ريد فلاج. كده انت عيانه كده ريد فلاج ريحي. لا عادي، ايه اخبارك انت؟ ايه الستاتس بتاعتك دلوقتي؟ انا راجل مطلق وعندي ابن. شكرا تمام. مبسوط مبسوط، وانا ممكن اديها واحده وانا علاقتي حلوه جدا مثلا بطليقتي قوي. تديك انت المساحه ان انت لو عايز انت تقول أنا قول أقول انت. بس فاول لما احس ان في حاجات ما بتتسالش، عامه انا ما بحبش الكلام الكتير. وبالذات انا بعد ما وصلت 37 سنه كده، هنقول ايه؟ هنا عايزين نفعل. بسبب سني انا بيجي لي ايه، نوع معين، النوع اللي اكبر مني. كده وده حلو بالنسبه لي. طالما المخ ايه، انا بحب مخك وتحب مخي. بس برضو الناس اللي اكبر مني بيبقى عندهم نوع معين من التعاسه. ده بقى تاني حاجه. انا مش قصدي اهرب من الموضوع بتاع جالك الكاجوال مارج؟ لا انا الايه كاجوال مارج؟ لا ما جاليش. اللي هو بنتجوز اسبوع. لا ما جاليش، وانا مش عايز ده يعني. خميس جمعه سبت. هي جواز بس هي عايشه. ده جواز. ايوه فاهم. بس هي عايشه في بيتها مع اولادها، وانت عايش في بيتك مع اولادك. بتتقابلوا في الويكند او اسمه ويكند مارج. لا انا دي بالنسبه لي انا كده انا جامد والله. صح. لا انا اصلا مش بفكر في الجواز. انا برضو لما اي حد يدخل لي في فكره ان انا اتجوز، احنا عايزين نتجوز، لا مش عايز اتجوز دلوقتي خالص. انا مش عشان انا برضو مطلق. انا مطلق بقالي فتره مش صغيره ولا كبيره يعني. لا انا عايز اتجوز. انت عايز تتجوز؟ انت راجل مطلق بقالك قد ايه؟ لا بقالي حبه. ايه قولي لي رقم يعني. هنقول 5 سنين. منطقي عادي. انت تحس انت عايش لوحدي من 5 سنين فده. تعالى نكلم موضوع الاوبن مايند ده بجد. موافق. ونفرقع اللي يستحق يتفرقع. ايوه ماشي كده الحلقه. انا عايز لا اتكلم بجد والله. عشان انا عندي مشكله. يلا. انا نفسي اعرف حاجه. مثلا انا واحد دماغي مش حابب اللي معايا تبقى لابسه حاجه معينه مثلا. ده ايه مشكلته من البنات؟ يعني انا في حاجه بتضايقني قوي. احنا مش واخدين بعض عشان نغير بعض معاكي. احنا مش عارفه ايه بتاع كل الناس واللي فيه طبع ما بيتغيرش. ماشي اوكي. بس انا ما عنديش مشكله ان احنا يعني نعدل حاجات بسيطه. انا برضو ما بقولكش اروح اجيب واحده من الغرب وانا من الشرق وعايز الموضوع ينجح عافيه كده. انا عيان. بس انا بتكلم انه يا جماعه ما ده طبيعي. يعني انا قصدي غيره الراجل دي ليفلز وطبيعيه بالظبط. فلازم تتقبلوا الفكره دي. احنا جو الاوبن مايندد ده هو كل واحد هيبقى اوبن في حته معينه. انا حاسس المشكله فيك انت. انا كنت حاسس كده. ليه؟ اصل انت بترايح انت عايز انت اختار. انا مش بتكلم على حاجه شخصيه على فكره. بتتكلم على عامه. انا بتكلم على عامه ان دايما في اي حاجه يعني ده مخرج حلو قوي للبنت او للولد ان انت مش اوبن مايندد او انا مش اوبن مايند. فاهم يعني؟ بحس ان هي اكسكيوز اكتر من ان هي حاجه بجد. صح. بس بقول لك ما انت بتختار بقى. ما هو انت تختار حد. انت النهارده مش عايز حد اوبن مايند صح؟ مش كده. انا مش إيه؟ هقول لك على حاجه تانية. ما مثلا تلخبطش. ماشي هقول لك. ماشي انا اصلا انا عايز اتكلم في اوبن مايند دي. مش مثلا في حته اللبس. مش في حته ان مثلا الحاجات اللي هي الكومن اللي كل الناس بتقولها ان مراتك يبقى عندها بيست فريند ولد مثلا. انا شايف ان دي 90% يا عم اكتر من 90% مش طبيعي. انا فاهم الموضوع البيست فريند ده. بس انا بالنسبه لي ليه يعني ليه يبقى عندك بيست ما هو كلنا هيبقى عندنا ليه. فاهم بس بيضايقني برضه. طيب ما انا هقول لك بقى على حاجه. حاجه. انا مش هختار حد. عارف بقى الراجل بقى لو قال كده انه انا تمام ما عنديش مشكله. شايفين الراجل ده
انا عاجبني المايند سيت ده، انتوا عايزينه ايه؟ بالراحه والله عايزين بيلعب كول اوف ديوسي. لا بتكلم بجد والله. يعني عايزين الراجل ايه؟ بيروح الصبح. لا يعني البنات هقول لك على حاجه. طب هقول لك على حاجه، جرب قول لبنت انه ان يبقى ردك على ده انه ما عنديش مشكله ان يبقى عندك بوي فريند صاحبك، ماشي. 99% من البنات هتعجب باللي انت قلته، يعني ده واثق من نفسه. يعني بص الموضوع هيتاخد في حته ايه، ده واثق من نفسه، ده واثق فيا، ده مش فانا عشان كده موضوع الاوبن مايند ده خاريه بالنسبه لي، هو اكسكيوز ما اعرفش يعني، ده وجهه نظر انا عايز اسمع منك انت. لا يعني قصدي ان دلوقتي ما انا بقول لك انت عايش على الكوكب دلوقتي. يعني قصدي مثلا هقول لك ايه، ده ابجريد جديد للبنات ان هم يبقوا عايزين ينطلقوا. احنا كده كده كاولاد منطلقين من زمان، صح صح. فتلاقي البنت فجأة عايزة تنطلق، ففجأة انا عايزة اتطلق. ده اول انطلاقه لو واحده متجوزه بالظبط. انا عايزه اتطلق، اتحرر، تتحرر من برضو القيود. هي برضو تحس كده ان هي ايه ده، ايه اللي عاملاه في نفسي ده، انا خلفت، انا كنت بحبه قوي وهو مهتم بنفسه وبشغله، فده انا عايز ابقى حره، ماشي فاهم. فانا فالاوبن مايندد سين بقى موجود عامه في البنات، فانت يا تتقبله يا اما ما تتقبلهوش. فانا من جوايا نص فبحاول اختار واحده في النص اللي هي عندها بيست فريند قوي، وانا في نفس الوقت انا مش عايز اغير اللي قدامي، فبحاول الاقي واحده معينه، بس انا مش لاقيها. عشان كده بقول لك قصه الحب والجواز والبتاع ده فاشل دلوقتي او صعب قوي. فما فيش واحده انا عايزها ميديوكر كده. ايوه بالظبط، اللي هو تحبني قوي وتبقى شاطره في شغلها وتتقبل وفي نفس الوقت برضو انا عايز برضو شويه حريه. فهي محتاجه تبقى اوبن مايندد برضو، ما انت برضو لا مش انا مش محتاج، عايز واحده قاعده في البيت دلوقتي وفشخاني في الرايحه والجايه، انت رايح فين جاي منين، خلي بالك الموضوع كله عارف. فانت محتاج حد اوبن مايندد somehow يعني. صح اكيد طبعا. ايه الحاجات اللي هي عارف انت الجمله اللي هي بتاعت unpopular opinion، كفايه خوف من المجتمع، ايه الحاجه اللي انت بتحبها وحاسس ان انت غريب قوي ان انت بتحبها؟ خايف من السؤال. والله بجد حاجه بحبها يعني بحب الالوان الزاهيه. ايه زاهيه؟ زي البينك، زي البيربل، يعني زي الحاجات هو بيبان في كليباتك عامه. بحب يعني انا مثلا عملت فيديو كليب اسمه ميوزك فيديو اسمه على كيفه، لبست بنطلون موف. شفت؟ ايوه كان كبير قوي بس وكان ضيق من فوق كده، انا خدش بالي، انا افتكرتها سكيرت جيب. ما هو ايه دي الفكره، هل انا عايز البس جيبه؟ لا انا مش قصدي والله العظيم. انا عايز البس عادي. انا لقيت البنطلون لونه عاجبني. عايز تلبس مش عادي؟ عايز البس مش عادي. ليه؟ لان انا واحد من الناس، انا بتفرج على التلفزيون وعايز اشوف اغنيه جديده، فلا عايز اسمع حاجه عاديه ولا عايز اسمع ليركس عاديه ولا عايز اشوف حاجه عاديه. خلاص بقى الجديد بقى جديد مش من اجل الجديد، اللي هو زهقت، عايز اسمع مزيكا جديده وخلاص واشوف حاجات جديده. فانا بغني برضو الاغاني اللي انا بعملها دي هي ذوقي قوي، ذوقي جدا جدا. في كل حاجه. قصدك ايه مش عاجبك؟ لا انا قصدي جدا يعني لو حد عارفك فعلا هو شخصيتك وطبيعتك وعبطك بكل ده بيطلع. مش قصدي ان انا ابقى متحول، يعني انا مش عايز ابقى، انا مش كده، انا بجرب حاجه كده بقول يا رب تطلع لايقه عليا، وشفتها كده لقيتها لايقه عليا. انت لما تحط بقى الاغنيه اونلاين، فين المكان كان مكان اسمه الحزام الاخضر. اوكي. وجبتوا الكنب القديم ده وجبتوا كل حاجه كانت متجابه. طب معلش بس انا عايز ارجع لحاجه، انا ما كانش ده قصدي اصلا، يعني حلو اللي انت عايز اتكلم على الكليب بس لا أيوة انا ماشي اتكلم على الكليب بس انا قصدي انه يعني مثلا تعالى نفترض حاجه، انه ولد بيحب يجيله ورد مثلا، انا ما اعرفش يعني برزع، فانا بتكلم ان حاجه انت شايفها ما يبقاش عندك. انا بتكلم ان انت كبسيوني بتحب مثلا حاجه انت شايفها انه ممكن ما تبقاش طبيعي لنسبه كبيره قوي من الناس. والله ما بالعكس، انا ما عنديش فتش معين. انسان كده يعني بسيط في الحب او في المطلق في الحياه. مش عايز حاجه، مفيش حاجه معينه. انا حاسس ان انا مستغرب غير الحاجه اللي قلتها لك يعني. أوكي. انا بحب الوان معينه ماشي، وبحب الاسود قوي برضو، بحب الابيض قوي زي اي حد يعني. بس ما عنديش حاجه معينه. انا حاسس ان انا عايز يعني حاجه تجربها يا بسيوني. عايزك تغني اغنيه مثلا واختارها انت يا جواد، اغنيه ما تبقاش لايقه على بسيوني خالص، يغني منها 20-30 ثانيه. معلش
اصل انا اقول لك على حاجه، انا اتفرجت مره على حلقه كان شرنوبي غنى مش عارف ايه حاجه شعبي طلعت خطيره، ومره اسمه ايه وائل فشني غنى الاغنيه الروبي. الحاجات دي مرعبه يا جماعه في الحلاوه. ممكن اغني لؤي يعني ماشي. لؤي ده لؤي قديم، لؤي ده بموت فيه. عارف اغنيه مين فينا؟ طب طبعا عظيم. انا هقعد لك ابعد عن المايك عشان ما نطلعش اصوات. طبعا. ارجع يلا يلا يلا. بعد ما قلت خلاص ودعني وهو حب وكان رجع تاني كأنه ما باعني ولا سابني زمان. بعد ما قلت خلاص يا حبيبي قربت انساك رجع لي من تاني حبيبي يشغلني هواك. ومن فينا اللي كان قلبه ملوش امان، ومن فينا اللي خان احلى عهود زمان. يا ليالي ولعل حصل لي في بعضه ضاع اجمل ليالي حبي وشوقي ليه الغالي. دوتك نسيت من بعده ليالي. معاك 4 نعم وتستاهل تاخد بالجزمه. حلوه قوي يا بسيوني بجد. انا عايز اقول لك على حاجه ممكن تبقى بتظلمك انت شخصيا. إيه؟ انت تاثيرك والله ما بهزر قوي قوي. يعني ممكن حد يسمع الصوت ده مثلا انه حلو مجرد حلو، بس انت اللي يقعد جنبك يتاثر مع الاغنيه. يعني فاهم حاجه يعني فيجوالي غير مع البتاع. والله بتكلم بجد. بس يوني احنا شكرا ان انت جيت، وشكرا ان احنا اتعلمنا منك النهارده. ده كلام بنختم بيه الحلقه بس عادي يعني مش. شكرا والله ليكو. يعني انا بحبك انت وبازوكا بصراحه، من الناس اللي انت ما اعرفش الناس يا جماعه، ما اعرفش انتوا هتفهموا ايه من الحلقه، بس هي حلقه متنوعه جميله. هزرنا فيها، اتكلمنا عن حوادث غيرت من شخصياتنا، اتكلمنا عن الحب يعني بطريقه عشوائيه. انا شخص يعني ما عنديش حكمه في الدنيا، يعني عادي بقول اللي في قلبي، عايش بدماغي، عايش بطريقتي، ما بفكرش في اي حاجه غير اللي انا عايزه وخلاص. حتى اللي بقوله دلوقتي ما تسمعوش، انا ماشي كده. ليه؟ لا يعني الحياه حلوه، الدنيا بسيطه، اتفرجوا واتبسطوا. جواد جميل، بازوكا جميل. شكرا والله. انت اللي جميل يا بسبوسه. والله. سقف البسبوسه يا جماعه والله. سقف البسبوسه كبيره قوي.